اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى اله وصحبه وسلم. جايه لكم النهارده بفيديو جديد وروتين جديد ومكملين يا جماعه في تنظيفات الصيف. بصوا انا بدات بقى فتحت فتحه كده وبدات في تنظيفات الصيف، فان شاء الله كده مش هسيبها بقى، مكمله ان شاء الله معاها. ربنا يديني الصحه كده واقدر اكمل. وعايزاكم كده تقوموا تتشجعوا وتتنشطوا وتبداوا في تنظيفات الصيف، اللي بدات تكمل معايا واللي لسه ما بداتش تبدأي. عايزة اقول لكم ان انا بعمل شوية فطار لنفسي كده. انا ما بهتمش قوي بالفطار، اي حاجة بعملها، اي سندوتش كده الاقيه بعمل طعمية مرة، بيض، اي حاجة. المهم كوباية النسكافيه او كوباية اللبن جنب السندوتش. والصراحة انا بقى اللي بيفيض من بناتي بعمل لهم كل يوم بقى السندوتشات وهم رايحين المدرسة، لانش بوكس وكده. فالصراحة طلبوا مني اليوم ده ان انا اعمل اجيب لهم طعمية بقى على جرجير والكلام ده كله. فهم بقى بيمشوا بيبقى فاضل بقى شوية طعمية كده او عجينة طعمية في الطبق، بقليها سخنة، وابدأ ان انا افطر. يعني اي حاجة، ما بهتمش قوي بالفطار، يعني ممكن سندوتش اي حاجة وخلاص. المهم بهتم بقى بكوباية حاجة سخنة الصراحة، يا اما بقى قهوة بلبن يا اما نسكافيه. الصراحة رحت السوبر ماركت الصبح بقى انا اليوم ده اتشجعت بقى. رحت الصبح جبت جرجير وجبت عجينة طعمية. انا فين وفين عما بخرج الصبح، يعني مكانش حد صاحي، قلت اروح بقى. فاتلقيت بقى كده إيه، وانا بجيب بقى عجينة الطعمية وكده، رحت السوبر ماركت جبت، كنت عايزة مكرونة، جبت مكرونة. ولقيت نسكافيه، قلت اغير بقى اجيب كيس نسكافيه كده من السوبر ماركت. اغير يعني من القهوة والشاي على اللبن وكده. اهو عامل 10 جنيه. الصراحة غالي، بس عايزة اقول لكم طعمه جميل جدا. ومش عارفة اذا كان مقاطعة او لا صراحة. يعني انا ببقى اجيب اللي هو بريك مش مقاطعة، ولكن ما لقيتش عندنا غير ده. وانا كنت عايزة زهقت الصراحة من القهوة باللبن وكده، فقلت اجيبه. مش مشكلة يوم، لان اساسا انا ممنوعة عنه، يعني معدتي وجعاني. بس عايزة اقول لكم كان طعمه جميل جدا، عامل فوم كده من فوق وكده. فهعمل بقى سندوتش طعمية كده وجرجير وشوية مخلل، وكان عندي كمان حلاوة طلعت. نفطر كده وناخد طاقة، وبعد كده ندخل بقى نكمل في تنظيفات الصيف. طبعا لما الواحد بيفتح كده في التنظيفات، والله العظيم التنظيفات ما بتخلص يا جماعة. اهو زي ما انتوا شايفين كده، فطرت الحمد لله ورحت على الركنة. الصراحة انا كنت عاملة معاكم اللي هو غرفة البنات، عملتها من الأعماق. الركنة برضو هعملها من الأعماق معاكم، بس قبل ما أشيل السجادة الصراحة هكنسها حلو جدا وأحطها في البلكون. ليه؟ عشان خاطر تاخد شمس وكده. عما بال ما اخلص اروح جاي فرش السجاد. الصراحه انا هخلي السجاد اخر حاجه خالص، ان انا اغسله. ممكن كمان اسيبه للعيد الكبير، يعني عادي ممكن يتغسل حسب الظروف، حسب يعني لو انا تعبانه ممكن اغسله على العيد الكبير. اهم حاجه ان انا استقبل الصيف، بان انا دخلت الشتوي وطلعت الصيفي، عملت من الاعماق، نظفت المطبخ، نظفت السلم، شلنا الكركبه والكلام ده، يبقى ما فيش. وهغسل كمان البطاطين، يبقى ما عادش غير السجاد. الصراحه الغرفه اللي انا بروقها من الاعماق، بسيب فيها السجاده، بنفضها حلو واسيب فيها السجاده عما بال بقى ما يجي وقتها، يعني بدل نضيفه وزي الفل. هنا بوريكم انا شلت الكراسي كلها بتاعه الركنه، زحتها كده. الصراحه ابني يعني ناديته، ربنا يديله الصحه، زحهم لي كده في مكان عشان خاطر انفض براحتي واعمل كل حاجه براحتي واكنس كمان تحت الركنه. عايزه اقول لكم بقى ان الصيف دخل بقى والحر وكده، عليكي وعلى البيروسول. تمام. الصراحة حتى برش والله العظيم في الحمام، لما بدعك الحمام كده برشه برضو قبل ما الحشرات تكتر بقى. حشرات الصيف بتبقى كتير، فانت لما تعملي تحت السراير، تحت الركنة، اي مكان تنضفيه ما عدا المطبخ طبعا، لان المطبخ ما ينفعش فيه بيروسول وكده. فتروحي رشه بقى بيروسول. عايزه افكركم، يعني الصراحه انا جبت علبه ورشيت تحت الركنة ورشيت تحت السراير وكده. فقلت افكركم برضو، عشان خاطر الحتة اللي انت تنظميها وتروقيها، طبعا ما يبقاش فيها حشرات وكده. فانا الصراحة منظمة نفسي كده ومنظمة وقتي. هعمل من الاعماق واخلص وادخل كل حاجة شتوي واطلع الصيفي واغسل البطاطين، وفي الاخر خالص يجي ميعاد السجاد. ممكن بقى
قبل العيد الكبير تبقى غاسلة مرة واحدة كده. آمم وممكن وممكن الأيام دي، فأنا مش عارفة ظروفي. صلّوا على النبي يا جماعة، اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد عليه أفضل الصلاة والسلام. عايزاكم ما تنسونيش في اللايكات، كل تدخل قناتي كده تحط اللايك، وكل تتفرج على الفيديو تحط اللايك، وتعليقات حلوة منكم، ما تحرمش يا رب منكم ولا من تعليقاتكم الجميلة ولا من وجودكم معايا. ربنا يسعدكم ويوفقكم، اللهم آمين يا رب العالمين، وتحققوا يا رب كل اللي بتتمنوه، اللهم آمين يا رب العالمين. وفق ولادنا جميعا في الامتحانات، امتحانات الشهر ده يا جماعة والله العظيم الامتحانات جايه لهم صعبة، مش عارفة بيصعبوا الامتحانات على العيال ليه. جايه لهم صعبة. فربنا يوفقهم جميعا في الامتحانات. وكمان توقيت الساعة ده مخلي الليل يفوت بسرعة. الليل يفوت بسرعة، فما بيلحقوش، بيقوموا بدري يروحوا المدرسة ويجوا يروحوا الدروس، ويجوا بالليل كده بقى يناموا على نفسهم، هيذاكروا امتى؟ ربنا يعينهم يا رب، ويوفق ولادنا جميعا وولاد المسلمين يا رب. ويجعل الامتحانات كده سهلة بالنسبة لهم، اللهم امين يا رب العالمين. عايزة أقول لِك تنظّمي نَفْسِك كده، كل يوم تعملي حاجة في الشقة زي ما قُلت لِك. طبعًا إحنا مش هنقدر نعمل الشقة كلّها من التنظيف من الأعماق والكلام ده كلّه في يوم واحد، لأ الصراحة أنا باعمل كل يوم حاجة كده على قدّي. وساعات والله العظيم باعمل حاجات من ورا الكاميرا برضه، يعني إيه، عشان خاطر الفيديو ما يطولش عليكم يعني. فمسكت في اليوم ده كده الرُكنة، قُلت هانضّفها من الأعماق واشيلها كده واعمل بالزعافة بقى. السقف طبعًا بيبقى فيه مثلًا لو عنكبوت لو كده أي حاجة يعني، والمروحة وكُلّه، يعني إيه، تراب من فوق لتحت بقى، تمام. تخلّصي التراب الأول وبعد كده إيه نلمّع بقى ونمسح الأرضيات والكلام ده كُلّه. ربنا يعيننا جميعًا يا رب على شغل البيت. وعايزاكم كده تقوموا تتشجعوا وتتنشطوا وتخلصوا كل اللي وراكم، يا رب كده فيديوهاتي تكون بتشجعكم وتخليكم تقوموا كده تخلصوا كل اللي وراكم. وما تنسونيش يا جماعة في التعليقات، عايزة كل يتفرج على الفيديو تكتب لي تعليقات حلوة. وكمان كل دخلت قناتي كده بالصدفة مستنية ايه، اشتركي في القناة كده مش هتخسري حاجة عشان يوصلك مني كل جديد. اجبري بخاطري كده واشتركي في القناة. مش هتندمي والله، فرة كده في الفيديوهات هتعجبك ان شاء الله، وكده تكتسبي منها شوية نصايح وايه وشوية طاقة كده ونشاط، تقومي تفرمي شقتك ان شاء الله. اهو زي ما انتوا شايفين كده، شلت الركنة من مكانها، وبعد ما زعفت بقى السقف وزعفت ونضفت كله، نضفت الشبابيك. الصراحة زي ما بقول لكم كل فيديو لما يكون ايدي في الحاجة على طول الصراحة ما بلاقيش تراب كتير والله العظيم. بصوا الركنة دي انا كنت شايلاها في العيد، يعني ما بقالهاش بقى ايه شهر، بس ايه برضو بدل بننضف تنظيفات الصيف وكده. يبقى خلاص انا بقى كده يعني بصوا، ابدا في اوضه اقول اشمعنى الاوضه دي، اشمعنى الركنه، اشمعنى الصاله. بصوا بلف لفه في الشقه كلها بقى، ببقى خلاص بقى النشاط مسكني. عايزه اقول لك لو انت كده لسه كسلانه، قومي بس اعملي حاجه واحده كده بس في الشقه. دخلي الهدوم الشتوي وطلعي الهدوم الصيفي، امسكي اوضه عيالك كده نضفيها. هتلاقي نفسك يعني غصب عنك بقى تقولي خلاص بدل الاوضه دي نضيفه، لا هنضف الاوضه دي وهنضف المطبخ وهنضف الحمام، هنضف الانتريه، ركنه ايا كان عندك، يعني هتدخلي كل يوم غرفه في شقتك تخلصيها. لو انت بقى تقدري تعملي الشقه كلها في يومين اتنين اعملي، يعني بصي اللي تقدري عليه. يعني لو انت قادره تعملي حاجه الوقت اعملي، الواحد مش ضامن صحته والله العظيم. ساعات الواحد آه، بيبقى يعني صحته حلوة في أيام، وساعات الواحد بيبقى تعبان في أيام تانية. فأنا يعني أنا من الناس اللي ممكن أشتغل كده يوم حاجتين وتلاتة، ممكن يومين كم يومين بعد كده بقى أقف بقى ما اشتغلش ايه فيهم، ببقى تعبانة وكده. بعد كده قلت ايه هنضف كده تحت الركنة كنوسها، واجيب شوية ملمع اللي هو قصدي شوية اللي هو معطر ارضيات. إيه، وامسح بقى تحت الايه تحت الركنة، وشغلت المروحة عما بال ما ينشف. وكمان جبت البيروسول ورشيته كمان تحت الايه تحت الركنة. ما استغناش عنه بقى البيروسول عندي في الصيف ده، اللي هو البيروسول يعني له فايدة كبيرة جدا وأساسي عندي، أحلى كمان من معطر الجو. على طول بيموت بقى الدبان حشرات أي حاجة أي حاجة.
ولو أنت عندك نمل لا قدّر الله، عايزة أقول لِك أكتر حاجة بتموّت النمل، صراصير، أي حاجة، البودرة، تحطيها على عقب الباب كده، اللي هي العتبة بتاعة البيبان، تحطيها على اللي هو جوّه برّه في البلكونات، اللي هي عقب البلكونة من جوّه ومن برّه كده يعني. بودرة النمل دي بتموّت حاجات كتير جدًا. فعايزين نستقبل الصيف كده ونكون إن يعني البيت يكون طراوة وكده. صراحة يعني على الساعة 11 كده الجو بيبقى حر، باشغّل المروحة بقى على الهادي، وبيبقى البيت بيبقى نضيف كده، تحسّي إن أنتِ بقى منضّفة وعاملة من الأعماق وماسحة وكل حاجة، وكل حاجة نضيفة، وتشغّلي بقى المروحة كده على نضافة ورواقة، تبُصّي قدّام منِّك كده، ياه! بُصّي بتبقى جميلة جدًا لمّا مثلًا وكمان تغسلي بطاطينِك وتدخّلي الهدوم الشتوي وتطلّعي الهدوم الصيفي وتبقي مخلّصة. بس الصراحة لسه حاجات كتيرة عايزة أعملها، لسه عايزة أغسل البطاطين، وكمان السجاد عاوز يتغسل، ولسه في غرف تانية في الشقة، فربنا يعيننا. الصراحة باعمل كل يوم حاجة كده على قدّي، وإن شاء الله كده إيه تتنشطوا وتتشجعوا وتقوموا أنتم كمان تعملوا. أهو زي ما أنتم شايفين، وزي ما قُلت لِك بعد كده والله العظيم، زي ما قُلت لكم قبل كده إن شغل البيت كده والنضافة بيجيب لنا إحنا كستات بيوت طاقة إيجابية، بابقى فرحانة. أنتم عارفين اليوم اللي أنا ما باعملش فيه بابقى تعبانة غصبٍ عني، ورايا مشاوير، ورايا أي حاجة، رُحت المدرسة وجيت تعبانة، بابقى زعلانة فيه، بابقى حاسة إن أنا زعلانة. طَب أنا زعلانة ليه؟ بافضل أفكّر أقول عشان ما صوّرتش النهارده ما عملتش حاجة في البيت، والله العظيم. بقيت أساسي في يومي إن أنا لازم أصور لكم ولازم أعمل وكده. اليوم اللي ما باعملش فيه الصراحة بابقى زعلانة والله العظيم، عشان خاطر أكلمكم كده وتكلموني في التعليقات ونشجع بعض كده. وباحبكم في الله والله العظيم. أنتم عيلتي الكبيرة جنب عيلتي التانية الصغيرة. بُصّوا يا جماعة، بعد ما خلّصت كده بدأت إن أنا إيه، ألمّع بقى، ألمّع كُلّه، تمام. نضّفت كل حاجة وكنست تحت الرُكنة، وبعد كده وكنست لمّا جِبت الرُكنة مكانها كمان كنست، وهاكنس تاني قدّامكم، تمام. باعيد وأزيد يعني. وكمان الشبابيك نضّفتها وكل حاجة، بالمّع بقى الأرض وبالمّع الشاشة وبالمّع كل حاجة بقى إيه في الرُكن. عايزة أقول لكم إن الأرض ده لازم يتلمّع كده في الأسبوع مرّتين، مرّتين تلاقوا على طول تراب، تراب على طول. بُصّوا هو كان في الشتا، عايزة أقول لكم يا جماعة إن في الشتا ما بيبقاش في تراب كتير، إنّما في الصيف لأ، أساسي بقى في الصيف تروّقي، الصيف داخل بقى تروّقي على الأقل خالص مرّتين في الأسبوع، على الأقل خالص. ولو روّقتِ مرّتين في الأسبوع هتلاقي التراب بقى إيه، تشيليه، لإن في الصيف بيكتر التراب. هتقولي لأ مش هابدأ تنظيفات الصيف دلوقتي عشان خاطر الجو برّه هوا وتراب. عايزة أقول لِك الهوا ده على طول العصرية في كده في الصيف، ما توقّفيش نَفْسِك، يعني هتلاقي في القيلولة الجو حَر وشقتِك عايزة تتروّق وكده، فأنتِ أحلى وقت تعملي فيه الجو مش حَر أوي. ولكن بقى السجاد الصراحة بُصّوا أنا كنست مرّة وباكنس تاني معاكم، عشان خاطر بعد ما نفضت الرُكنة قُلت لا يكون نزل حاجة وكده يعني أخلّيها تلمع قشطة كده فُلّة شمعة منوّرة. آمم عايزاكم يا جماعة ما تنسونيش في اللايك، لسه ما حطيتش اللايك تحطوا اللايك. وكمان تعليقات حلوة منكم ومشاركة للفيديو بقى، عايزة كل اخواتي واصحابي وحبايبي اللي بيحبوني بجد يعملوا لي مشاركة للفيديو، وتساعدوني بقى ما تتخطوش الإعلان، يعني تسمعوا الإعلان، ما تتخطوش الإعلان يعني من أول دقيقة. بس لو كان في موسيقى توطّوا الإعلان عشان خاطر ما نشيلش ذنوب يا جماعة، وطّيه وخلّيه شغال عشان خاطر لو الإعلان فضل شغال يعني بيساعدني أنا كده في الإيه، في القناة. بس وطّيه لو في موسيقى يعني. تحرمش منكم يا رب ولا من كلامكم الجميل ولا من وجودكم معايا. ربنا يديمكم كده نعمة في حياتي ويسعدكم يا رب ويوفقكم وتحققوا كل اللي بتتمنوه. هنا بقى ايه، بعد ما كنست مسحت بقى، نمسح بقى ونظبط. عايزه اقول لكم ان انا بعد كده بدخل اعمل الغدا، ولكن مش هجيبه لكم في الفيديو ده، هسيبه فيديو تاني عشان خاطر الايه الفيديو ما يطولش عليكم. اهم حاجه ان انتوا تكتسبوا كده طاقه وتقوموا تخلصوا اي حاجه في الشقه. عايزين قبل ما الحر ما يدخل علينا نكون احنا في استقباله يا جماعة، نكون احنا في استقباله بالسيراميك منور والمروحة شغالة والبطاطين اتغسلت وكل حاجة. هو بس السجاد اللي انا ممكن اغسله على العيد الكبير، اهو زي ما انتوا شايفين كده. عشان هو نضيف يعني، هو برضو الى حد ما نضيف وزي الفل. كنت غسلاه قبل رمضان وزي العسل، وكمان المشايات غسلتها في العيد، يعني انا غسلت المشايات قبل رمضان وغسلتها في العيد كمان. بصوا
ال الركنة بقت زي العسل اهي. من تحت بقى اتنضفت، تحت الركنة وكله بقى اتنضف والارض اتنضف وكل حاجة اتنضفت اهي زي ما انتوا شايفين. وبعد كده بقى جبت ايه على المغرب كده، جبت اللي هو السجادة يعني احطها وكده اهو زي ما انتوا شايفين بقت بتبرق حرفيا اهو. جبت بقى السجادة كده قبل المغرب بشوية اهو زي ما انتوا شايفين وحطيتها. متحرمش منكم يا رب ولا من كلامكم الجميل. ما تنسوش يا جماعة في اللايك والاشتراك، تعليقات حلوة منكم، كل اتفرج على الفيديو كده تشترك في القناة عشان يوصلها مني كل جديد. واشوفكم بقى في فيديو جديد ومع الف سلامة.